اولا بوجه نداء لحسين لبيب وهشام نصر وممدوح عباس، رؤساء مجلس إدارة نادي الزمالك، النادي الوحيد في العالم اللي عنده 3 رؤساء لمجلس الإدارة. بأطالبهم بضرورة استعادة حقوق الزمالك المسلوبة في نهائي الكونفدرالية الهزيلة في الجزائر. الاعتراض والشكوى والصريخ مش هيجيب نتيجة، ولا هيأكل عيش، ولا هيرجع للزمالك حقه المسلوب. القرار الوحيد والصحيح للزمالك هو التهديد بالانسحاب. ينسحب من مباراة الإياب يوم السبت اللي جاي ويبوظ لهم الكونفدرالية الهزيلة لو الكاف ما نفذش طلبات الزمالك باستبعاد الحكام الأفارقة من المباراة اللي جاية وتعيين طاقم حكام مصري بالكامل. حكام مصريين لمباراة الإياب للزمالك واتحاد العاصمة، مع ضرورة أن يكون واحد من بين محمد الغازية ومحمد معروف ومحمود ناجي الزمالك. واحد من ال3 دول، الكاف يلتزم بطلبات نادي الزمالك. وعلى الفار البورسعيدي القميء محمد الشناوي وأحمد جابر ومصطفى مدحت، واحد من ال3 دول. ولازم الزمالك يتمسك بطلباته، من غير حكامه للأسف الزمالك هيبقى عنده مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة.